ورجعنا لكم مرة تانية في فقراتنا مع جراب حوا. خلوني ارحب بالضيف استاذ احمد خضر خبير التنمية البشرية. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. في البداية كده استاذ احمد كنت عايزة اسألك ايه الدافع اللي ممكن يخلي فرد او جماعة يقوم بعمل انفجاري كبير ينتج عنه ضحايا ومصابين وناس تستشهد؟ تمام. والله هو الدافع في الموضوع دوت هي يمكن ترجع لاساس التربيه او لاساس النشأه. هو في الموضوع في البدايه الموضوع اصلا محزن ان احنا ممكن نكون احنا داخلين على اعياد بالنسبه لاخواتنا الاقباط، عيد القيامه المجيد والعيد اللي هو عيد شم النسيم. فيمكن هو حاجه مخططه فعلا او مدروسه كويس جدا جدا خلال الفتره ديت، وخصوصا سياده الرئيس حتى لسه راجع من سفره لامريكا. كان يمكن حتى اول رئيس عربي يقعد حوالي 5 ايام بره في امريكا، فبحيث ان هو كان بيحاول يظبط اقتصاد البلد وفي رساله، وهو راجع بحاجه معينه وباهداف معينه، وقابل هناك كتير من رجال اعمال. كنا لسه يا استاذ احمد بنتكلم قبل الفاصل على الشخصيات اللي عندها استعداد للاستقطاب تحت مظله الارهاب. طبعا. مين بقى الشخصيات دي؟ عايزين رساله منك تحذيريه للامهات والابهات اللي بيربوا، عشان الشخصيه دي اللي ممكن لما تكبر الارهاب يستقطبها او اي فكر متطرف يستقطبها، بالذات مين الشخصيات دي بالظبط كده؟ مين الشخصيات دي وهم يعملوا ايه عشان ما يطلعوش كده؟ هو يمكن في دور كبير للاب والام في الحته ديت في التربيه من الاساس، اللي هي ما يخليش في كبت او في ضغط على الولد، لان الولد ممكن ينشأ عنده شخصية عدوانية شوية. فلو في فصيل او في جماعة او في كذا هي بتحاول تستقطبه، بس عدوانية يعني يضرب صحابه ويعملوا فرقة في الشارع يبلطج بيها على الناس لكن مش يفجر. بس هو ممكن يكون خيط بسيط، بس الخيط هو بيبدأ يكر بكرة كبيرة، صح ولا لا؟ يعني هي ممكن تكون صح. زي ايه يعني؟ دايما زي ما حضرتك اتفضلت قلت لنا في مدخلات بتخش للطفل. المدخلات دي بتتكون من عناصر لما بتتشكل وبتتكون بتخرج لمخرجات. المخرجات دي بيفسرها الارهاب. بس انا فاكره حاجه يا فاطمه ان لما يكون في مثلا جماعه ارهابيه دايما بتبقى المنشآت الصغيره اللي طالعين هم بيربوهم على النهج ده، لكن الاسر العاديه ما اعتقدش ان لا هيبقى اي حاجه يولد عدوانيه بالشكل ده. دكتور ممكن يكون احنا عايزين حضرتك تقول لنا ايه الشخصيات بتبقى ازاي من البيت او من الصلاة من لما في وسط المدرسه او تنشئه الشخص الارهابي ممكن يكون هو نشأ اصلا في اسره او في مكان هو اصلا كده. ليه؟ لان احنا بنتربى تربيه دينيه، لا ديننا بيأمرنا ولا وطنيتنا بتأمرنا بقتل ولا بعدوانيه. ليه؟ لان اخواتنا الاقباط هو احنا اتربينا سوا وكبرنا سوا وتعلمنا سوا. ممكن تكون خيط بسيط جدا يؤدي الى فصيل يستقطب الشخص. وخلي بالك جهل نص دين ايكوال ارهاب. ممكن تكون حته زي كده العنف الزائد او ضرب. يعني انا كنت لسه بقرا قصه امبارح، هقول لكم حاجه. حيوان اللي هو الجمل صاحبه ضربه ضرب شديد جدا جدا جدا، فكل لما يعدي من جنبه يبص يلاقي الجمل بينظر له، فبدأ يتسلل. هو كان بينام امام البيت بتاعه، فهو تسلل الى المكان اللي هو بينام فيه وكأنه نام واتسحب ومشي وطلع فوق البيت. تخيلوا ان الجمل قلع الحاجه اللي هو مربوط بيها او سيب منها وراح يدهس برجليها على المكان ده بشكل كبير جدا، واللي هي بصدره اللي هي المكان دوت. ف صاحبه ومراته. تخيلوا ده حصل مع ايه؟ كتنتج مع العنف يبقى العنف الزائد او الكبت بيولد ايه؟ ده مع حيوان. طيب مع انسان اللي هو ليه فكر، ممكن يكون ليه فكر بس شخص يوجهه فينضم الى فصيل. طب استاذ احمد احنا ازاي نعمل جيل ضد العنف؟ يعني ايه اللي احنا ممكن نعمله كأسس لجيل طالع ضد العنف والارهاب؟ التربيه السليمه اللي هي تربيه الاباء والامهات لابنائهم. كان هنا استاذه فاطمه كانت بتتكلم هل في سن معين؟ ممكن السن الصغير بيكون سهل البرمجه. يعني من سن مثلا لحد 18 سنه بيكون احنا بيترسخ عندنا كل المعلومات وبناخدها دايما ايه؟ بنستقبل المعلومات بدون ان احنا نفلتر المعلومه في المخ. يعني بمعنى كده عشان نبقى واضحين للمشاهد، احنا بنستقبل المعلومات بتروح للاوعي ثم بعد ذلك بتروح للعقل اللي هو الوعي كسلوكيات. طيب هو السلوك بيكون اساس السلوك ايه؟ انه بيجي الاول فكره ولا سلوك؟ الفكره. لا الفكره بتتحول لسلوك محيره، صح ولا لا؟ ممكن سلوك
يحرك فكره، ممكن فكره تحرك سلوك، الاثنين بيأثروا في بعض. دايما الفكره الاول ثم طيب بس انا ممكن اعمل سلوك فالسلوك يديني فكره. ما انا عمري ما هعمل سلوك هنا السؤال محير. طيب هي ممكن تكون الاثنين، لان احنا ساعات بناخد من الاباء ومن الامهات، احنا ممكن نقول لاولادنا كلام كتير لكن ممكن هو بياخد من ايه؟ من السلوك. فممكن ناخد بالنا من التربيه من سلوكنا. ليه؟ احنا بنجي للولد الصغير او الطفل الصغير بنعمل ايه؟ نقول له هو يشوفنا مثلا نكون بنشرب الشوربه سخنه صح ولا لا؟ هو يجي يشرب زينا بنعمل له؟ لا. هو شايفني بعمل سلوك وبنهاه عنه. نيجي نحط البرفيوم، الام تيجي تحط برفيوم او ميك اب، فالبنت تقوم ماسكه علبه الميك اب او البرفيوم تبوظ الدنيا فتتضرب. طب ما انا شايفاك بتعملي كده صح ولا لا؟ فانت دلوقتي عملت ايه؟ عملت سلوك. فكره انا كبيره وانت صغيره تخليني عايزه اكبر عليك. لسه الطفل الصغير ما بياخدش باله من الفكره دي، انا كبير وانت صغير، انما هو بياخد من السلوك. فالاباء ياخد باله وهو بيربي ابنه من سلوكه، يقول له مثلا صلي ذاكر، وهو شايف الاب طول الوقت هو ما شافكش بتصلي عشان يعمل زيك صح ولا لا؟ فاحنا متربيين مع اخواتنا الاخباط، بنروح المدرسه سوا، بنلعب سوا، بناكل ونشرب سوا، بنروح سوا. ممكن يكون نتيجه كبت صغير او سلوك صغير ممكن حد يستقطب. هل تعتقد يا استاذ احمد ان نقص الحنان برضو والمشاعر او البيت الاجوف ده ممكن يؤدي برضو لشخصيه مهزوزه وممكن بعد كده يبقى سهل استقطابها؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا، وعلشان كده احنا بنقول الاساس في كل شيء ايه؟ التربيه والنشأة. يعني ممكن نقول العنف الزائد، الدلع الزائد، افتقاد المشاعر، ممكن نقول نقولهم في نقط كده سريعه. ممكن في نقط سريعه زي ما حضرتك بتقول، ممكن تكون فقدان المشاعر اللي ما فيش حنان. طب ازاي ما فيش حنان؟ طب ما الاب والام ممكن يكون الاب طول الوقت هو في الشغل، والاب بالنسبه للولد هو بتاع المصروف، بتاع الفلوس، بتاع البنك. انا اروح لبابا لايه؟ طيب نستقبل مكالمة هاتفية ونرجع نكمل كلامنا. الصحفية إيمان الموجي، اتفضلي. ألو؟ أيوه أستاذة أماني الموجي، اتفضلي. أماني الموجي مش اتفضلي. أهلا بيكي يا أستاذة إيمان. اتفضلي. أمريني، إيه رأيك في الحادث النهارده؟ تعليقك على الحدث النهارده. تعقيبك. حضرتك طبعا بدينه بشدة، والمسلمين والمسيحيين في مصر هم مصريين. اللي بيعمل العنصر التفريقي ما بينهم لن ينجح ابدا في هذه التجربه طبعا، لان مصر من قديم الازل وهي ايد واحده. مسلم ومسيحي مصريين، مفيش مسلم ومفيش مسيحي. لما بيحدث تفجير في ضباط بتضحي مسلمين ومسيحيين، فكلنا بنضحي من اجل بلدنا. بالظبط. البلد الوحيده في الكون اللي مترابطين بيها اقباطها ومسلميها مع بعض. مفيش تفرقه، احنا اتربينا ان احنا كلنا اخوات. مفيش بتلاقي مكان فيه مسيحيين وفيه مسلمين، كلنا عايشين في بيوت بعض. صح. ثانيا انا بناشد الاهالي نفسها ان هم يبعدوا عن التربيه بتاعت الاولاد. صح. ما بقاش الفكر بتاع زمان، ما بقاش في المدارس انك انت تربي الاجيال القادمه على اننا كنا واحد زي ما احنا اتربينا في مدارسنا. مع الاسف الشديد في توجيهات في المدارس برضك بيزرعوا في الاطفال حته انك انت لا ده ويكرهوا بعض او كده من العاملين من طائفه المدرسين نفسها اللي هي منتميه للجماعات الارهابيه. ايه رايك يا استاذه اماني بالنسبه لحضرتك اتكلمتي على التربيه، ايه رايك في المدارس الخاصه دلوقتي اللي هي تعتبر زي ما بنقول كده انترناشونال، ممكن تبقى تربيتها مختلفه عننا تماما وعن عاداتنا وتقاليدنا، وبالتالي بيطلع الطفل او الشاب عنده انتماء للخارج اكتر. ايه تعقيبك ايه على الكلام ده؟ انا اتكلمت حضرتك في الموضوع ده كتير. انا على المستوى الشخصي رفضت ان انا ادخل ولادي، لان احنا بندفع فلوس في قيمه ان انا ايه اقول لفلانه انا اولادي في انترناشونال، الثانيه تقول في دبلومه امريكيه. بقينا المصريين بان احنا يعني ايه بنتعالى بالمواقف، لكن الغرب حضرتك مستهدف هذه المدارس
لتفتيت ابنائنا، لتفتيت الشعب المصري. يعني انا متعلمه تعليم عادي، كلنا متعلمين تعليم عادي، وهتلاقينا مثقفين في الاجيال بتاعتنا عكس الاجيال الحاليه. هاتي انترناشونال، هاتي اي مستوى، هتلاقي الطفل جاهل او شاب في هذه المدارس. بندفع فلوس وبنديهم ابنائنا على طبق من ذهب، وده اللي الغرب نجح فيه عندنا. صح. ومع الاسف الشديد ان الدوله يعني المفروض انها تحد من هذه الامور. ما بمنعش انك انت تتعلمي تعليم كويس، تم استقطاب في اساليب اخرى ان احنا ممكن نستخدم بيها. يعني هو قبل ما احنا بنقول ازاي الطفل تم استقطابه، للاسف هو تم استقطاب عقولنا احنا كاهالي اللي خلونا احنا ندي لهم اولادنا يربوهم، وبعد كده جايين نقول هو الارهاب ده حصل ازاي؟ هم ليه مش عندهم انتماء للبلد؟ يعني انت دلوقتي الغرب بيخليكي حضرتك تدفعي في كي جي 1 ب 70-80 ألف جنيه. صحيح. اكتر والله يا استاذ نواحي. واخده بال حضرتك؟ يوصل دلوقتي ل 140,000 و160,000 عشان العمله طلعت. فمين المستفيد؟ هو مستفيد حضرتك بالماديات اللي بتوصل. هو مش موضوعنا المدارس مصاريفها قد ايه؟ ابنائك مستفيد انك انت بتقول لهم شكرا خدوا ابنائنا جنزوهم. صح بالظبط. هو دي سلبيات. بشكرك جدا استاذه اماني الموجي الكاتبه الصحفيه. هي كانت بتخلونا استاذ احمد في سلبيات التربيه اللي طب ايه رايك نطلع فاصل ونرجع نرد على السؤال ده؟ يلا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. بجدد تحياتي باستاذ احمد خضر خبير التنميه البشريه، ومع سؤال فاطمه ليه. اتفضل. استاذ احمد، كان انا هكمل على كلام زميلتنا اميره من حيث المدخلات اللي قلنا بتروح للطفل او حتى المراهق وبعدين بيتحول لشيء تاني. دلوقتي عندنا مشكله بنعاني منها كلنا، النت والاطفال او الاولاد اللي بيقعدوا بالساعات لوحدهم في الاوضه. ده موضوع خطير. فاتحين النت. حلو. ده تأثيره ايه؟ هل ممكن برضو الموقف ده ممكن يستقطب حاجات تشكل في مخه ممكن العمليه او شخصيه عدوانيه؟ لو في جيمز ممكن تاهلهم لحاجه زي كده. الجيمز ده كل الجيمز فيها على وضرب. هيبقى احنا معظم اطفالنا بيقعدوا بالساعات. تعالوا ناخدها من حته الجيمز والبرمجه. انا النهارده الطفل عندي النهارده هو بيقعد بطول اليوم قدام الجيمز او الانترنت او الالعاب العدوانيه او الكرتون حتى اللي هو فيه ضرب واكشن وكذا، فحتى بتلاقيه ممكن يقوم ويضرب في اخواته، فهو بيتربى على العدوانيه. لان الحاجات دي كلها هي برمجه للعقل، لان الطفل من بدايه عمره على فكره من وهو في بطن الام بيبدا يسجل معلومات. بعد حوالي من الشهر الثالث بيبدا يسجل معلومات. علشان كده بنرجع نقول للام وهي حامل ايه؟ اسمعي مزيكا، اسمعي ميوزك، اسمعي قرآن، ما تتعصبيش، ما جوزها بينكد عليها صح ولا ويطلع عينيها، صح كده؟ ولا بتسمع حاجه ولا يحصل اي حاجه. احنا بنرجع نقول ايه للزوج هو كمان ما تنكدش عليها، ما تزهقهاش، كذا كذا، ما تتخانقوش وما تتخانقوش. مين بقى يسمع الكلام ده؟ لو سمحت بص للكاميرا كده ووجه الكلام ده للرجاله المصريه. اتفضل. لكل اب وكل ام، ابنك او بنتك بيقعد قدام التلفزيون كتير، قدام برنامج او كرتون او كذا او الجيمز، لا ما تسيبوش قدام الحاجات دي خالص، لان ده برمجه للعقل. طب لو هو بيشوفك او بيشوف والدته او والدتها بتتخانق، يا ريت ده ما يحصلش قدام الاطفال نهائي خالص. كل ده لان الطفل من سن 3 شهور لعمر حوالي 18 سنه هو بيبدا ياخد حوالي 80% من البرمجه. بالظبط. ليه؟ لان هو ابننا عامل زي السفنجه. لو انا حطيت سفنجه في ميه هتشرب ميه، لو حطيتها في لبن هتشرب لبن. طب لو حطيتها في وسط خناق ومشاكل وضغوطات نفسيه هيطلع متشبع بده. بالظبط. فبيكون مستني خيط. طب استاذ احمد، هل ده ممكن يشكل خيال مريض؟ ممكن جدا. علشان كده في بعض الابناء ممكن يجي له اكتئاب، ممكن يبقى كذا، ممكن يبقى عدواني، ممكن في اولاد ممكن ينتحر. انا ازاي اطلع الطفل او المراهق من العزله اللي هو فيها؟ اكيد في خطوات او طرق اقدر اطلعه من العزله اللي بيقعد فيها في الساعات قدام الانترنت. قدام الانترنت نخلي له وقت محدد، يلعب رياضه، نجري، ونخلي له الوقت بتاع الانترنت او الالعاب او الكلام ده هو بالنسبه له هديه. ازاي؟ ذاكر علشان نعمل كذا، فيكون هو بيذاكر بحب علشان بعد ما يذاكر بحب هيعمل ايه؟ يعني انا ما اقدرش اقول له ده هو هيطلع يلعب. ايه ده؟ طب انا اخليه ازاي يذاكر بحب؟ معلش بس انا النهارده لو انا قلت له مثلا اللعبه هي الهديه بتاعته بعد المذاكره،
فهيذاكر علشان يلعب. صح ولا لا؟ صح. طيب ناخد بالنا من حاجات بسيطه. طيب الاب، في بعض الاباء ممكن يحول ابنه ذاكر علشان هديلك فلوس. دي اخطر حاجه. اخطر حاجه. دي اخطر حاجه. صح، اخطر حاجه. بيطلع الولد ده مادي. فبيطلع الولد مش حكايه مادي بس، لا ده حكايه ان هو ابوه بالنسبه له هو الكنز. وبرضه في يعني مجرد ما يدخل في ابن بتلاقوه، خدوا بالكم الحته ديت، واحنا ممكن يكون بعض مننا اباء او امهات، فممكن يدخل الاب الولد يحضن فيه ويلعب معاه الكلام ده. فين اللعبه؟ فين الهديه؟ في فرق بين هنا بين الولد دوت وبين يعني الولد دوت. نتيجه ايه؟ طب يعني ما ادلوش فلوس، لا اديله بس خليها 50-50. الاستقطاب التكنولوجي اللي هو السؤال اللي هي قالت نرجع له تاني. حلو. نحمي اولادنا منه ازاي؟ نحمي اولادنا منه سريعه. النقاط ما نسيبهمش قدامه طول الوقت. طيب نسيبهم قدامه بس بحساب. طب لو انا هخليه يسمع حاجات على الانترنت او هيلعب او جيمز، ابعده عن اي حاجه عدوانيه نهائي. ابعده عن رقابه من البيت، ويبقى في رقابه من البيت. ليه؟ لان انا اب. لو انت ما بتقدرش تسيطر على ابنك من وهو صغير، هتسيطر عليه امتى؟ انت بتربيه النهارده. ليه؟ لان ده هو الجيل القادم، ده ابنك. بالزبط. ده ابنك اللي انت عايزه دكتور. فلو انت ابنك عايزه دكتور بتربيه على ايه النهارده؟ ان هو بيلعب وجيمز وقتال وكذا وكذا، فبيطلع عدواني. لا ده تنشئه ايه؟ وهو الخطر اللي احنا فيه اليومين دول ان الاستقطاب يا جماعه ما بقاش بس من خلال الحياه بتاعتنا او الواقع، في استقطاب تكنولوجي. ده اخطر بكتير. ده اخطر بكتير. الاتجاهات ومطلعين ومنفتحين عن العالم. فهنا بقى دور الاسره اللي هتطلع لنا الطفل ده واللي هنخرجه للمجتمع علشان يشوفوا بقى ارهابي ولا انسان صالح ولا ايه بالظبط. اكيد طبعا. استاذ احمد، انت دلوقتي قلت لنا الخطر القعده امام. طيب معلش يا فاطمه هنرجع لسؤالك تاني. خلونا نشوف صوره الشهيده العميد نجوى الحجار معانا دلوقتي على الشاشه. اول شهيده شرطه نسائيه، ربنا يرحمها يا رب ويسكنها فسيح جناته يا رب. ربنا يرحمها. اليوم في حادثه التفجير الكنيسه، ربنا يرحمها ونحتسبها. طنطا يا هبه ولا عند الله ولا في الاسكندريه؟ انا ما جاليش معلومات عشان ما اقولش اي حاجه، مش عارفه. بس فكره ان هي شرطه نسائيه وضحت بنفسها، يعني الموضوع يعني اكيد مؤلم جدا جدا. ربنا يرحمها يا رب ويرحم جميع شهدائنا في الوطن العربي، ويا رب الانفجارات دي خلاص تقف كده ونعيش دايما في امان وسلام. نرجع تاني لموضوعنا. اتفضلي. كنا بنكمل بقى استاذ احمد. كنا بنقول انه الطفل ما ينفعش يقعد ساعات طويله قدام الانترنت. دلوقتي المراهق برضو في منفذ تاني، الصحبه. هل الصحبه ممكن برضو تكون طريق لانه يروح باتجاه معين؟ طبعا. الصحبه ليه؟ لان هو طول اليوم بره البيت. اما في درس او في مدرسه او مع اصحابه بيلعب، فهو بيجي البيت ممكن يتحول بالنسبه لابنائنا في وقت من الاوقات هو مكان للنوم. صح، للنوم. طب انا بقى عايز اقول لك على حاجه. احنا زمان زي ما انت قلت في الاول ان احنا كنا بنتربى في المدارس مسلمين ومسيحيين مع بعض. صح كده. صح. طيب الاجواء والاحداث اللي احنا عايشينها دي مش ممكن تاثر على الاطفال؟ يعني اكيد هتلاقي في البيت مثلا ام واب عدواني بيقول لابنه لو صاحبك المسلم في المدرسه ما تكلموش او ما تعملوش او بتاع، او الولد الصغير ممكن يبقى خياله جايبه من غير ما حتى حد يقول له، هو يبقى شايف ان ده عدوه، وهو ده اللي بيعمل العمليات الانفجاريه بيحاول يوصله ويدخله جوه عقول الاطفال قبل الكبار حتى. ازاي وكمان تقول نصيحة لأي طفل صغير موجود زميله مسيحي أو زميله مسلم، ازاي يشيل الحاجات دي من دماغه ويتعامل عادي ويفهم ان احنا دايما ايد واحدة، وان اللي بيحاول يعمل كده بيفرقنا بس. اتفضل. احنا طبعا كلنا أطفال، أولاد وبنات، أصدقاء مع بعض، وبالفطرة بنحب بعض. مهما يحصل من حوالينا ما بنتأثرش بيه نهائي. ليه؟ لأننا بعض الناس اللي ماتت منهم ضباط مسلمين وأقباط. طيب ده او ده احنا كلنا ايد واحده مهما يحصل. ده معمول في الوقت ده تحديدا للتفرقه مش لحاجه ثانيه، للتفرقه. طب ليه؟ علشان عيد القيامه المجيد وعلشان الحاجه الثانيه عيد شم النسيم. ففي الوقت ده بالذات لا، اخوك واختك احنا كلنا ايد واحده، روح واحده، جسد واحد، عيله واحده. ليه؟ لان انا النهارده لو واحد صاحبي تعب معايا، مين اول واحد هيجري بيه؟ اخويا مش جنبي. لو صاحبي في الشغل خطي هو اول واحد هيجري بيا. طبعا. صح ولا لا؟ ليه؟ لان مش جنبي، اخويا مش جنبي، اهلي مش جنبي، مامتي مش جنبي. صح ولا لا؟ فانت خد بالك من اخوك، هو اخوك.
ليه؟ لان انا لما النهارده حصل تفجير، هل اقباط بس اللي ماتوا؟ لا. طب هقول لكم حته ثانيه، مين اللي بيحمي الكنائس؟ شرطة مصرية وممكن يكونوا مسلمين، منهم مسلمين ومنهم مسيحيين، صح ولا لا؟ طب من اوائل الناس اللي استشهدت النهارده مين؟ الشرطة طبعا، صح ولا لا؟ لكل الاباء والامهات يعملوا عملية توعية للاطفال، لان انت مش ضامن طفلك ده ممكن يفكر في ايه. المسلم والمسيحي موجودين في كل مكان، في المدارس، في الشغل وفي المصانع وفي كل مكان. وهنقول حته كمان، انا النهارده ممكن يكون اللي هو بيأمن الكنيسه، دور العباده كلها ديت اماكن عباده، اي حد يموت فيها هو شهيد، سواء كان كنيسه او مسجد او معبد. ليه؟ لان هو رايح يتعبد، هو رايح يتعبد. طيب تعالوا كده نتكلم في حته، انا النهارده ممكن يكون اخويا اللي هو في الجيش او في الشرطه هو بيأمن المكان، وممكن عايز يفتشني وانا داخل. ممكن انا في وقت من الاوقات بكون متضايق، طب خد بالك هو بيحميك. طيب احنا طبعا الحديث بقيه مهم جدا، عايزه اقول بعد اذنك لازم اطلع فاصل دلوقتي. الاسر نفسها المتمرده على المجتمع اللي هي بتخرج طاقه سلبيه للطفل، دي تقول لهم ايه؟ الاباء والامهات نفسهم، دي احنا عندنا مشكله كبيره في الاب والام نفسه. الفكره هنا لو انا النهارده طلعت ابني سريعا لو انا طلعت ابني على تنشئه سلبيه، هو انا النهارده خدوا بالكم ان اصحابه هيبداوا يبعدوا عنه. ليه؟ لان هو مصدر بالنسبه لهم طاقه سلبيه، هو بيتخانق، هو مش بني ادم مكروه، هو ساعتها هيبقى ابن مكروه، سواء مسلم او سواء والاب والام مش حابين كده مع ابنهم، مش هيقدروا يربوا اولادهم على الحب. الناس العدوانيه دي هي اللي المفروض تتصدر. يعني الناس العدوانيه، انا النهارده ممكن يكون عندي الاب او الام. استاذ احمد والله للحديث بقيه، واحنا ما شبعناش من الكلام معاك، وهنكمل كلام معاك تاني. استنونا في فقره المطبخ بس بعد الفاصل.